الوضع في معبر قسطل البري. ينضم إلينا من هناك مراسل إكسترا نيوز الزميل عوض الغنام. أهلا بك عوض، وما الجديد لديك؟ نعم دارين، كل ساعة تمر هناك جديد، سواء في معبر أرقين أو معبر قسطل، فالعمل هناك وهنا لا يتوقف على مدار الساعة. نحن الآن في معبر قسطل الذي شاهد متغير جديد للغاية. تعلمين خلال الأيام الماضية منذ اندلاع الساعات الأولى للأزمة في المشهد السوداني، والموقف الرسمي المصري هو داعم دوما للاستقرار في السودان وتقديم كل الدعم اللازم لأهالي السودان، وكذلك الرعايا القادمين، الرعايا الأجانب القادمين من المشهد السوداني، بالإضافة إلى الجهود العظيمة لعودة الأبناء والشباب المصري من السودان. المتغير الآن هو دخول جمعيات أهلية ومنظمات أهلية على المشهد كداعمة لما يحدث في السودان من خلال تقديم صور دعم متعددة للعائدون من السودان. ونتحدث بالأحرى هنا عن مجلس القبائل والعائلات المصرية. هذا المجلس كما تعلمين له دور عظيم للغاية في أطراف الدولة المصرية، سواء نتحدث في شمال سيناء، جنوب سيناء، في مطروح، والآن وكذلك في أسوان. ونحن الآن على حدود التماس مع الدولة السودانية. حضر مجلس القبائل بقيادات متعددة يمثلون عدد كبير من القبائل المصرية التي هي تتاخم الحدود السودانية. وبالمناسبة بعض هذه القبائل والعائلات لها امتداد داخل السودان، كما كنا نتحدث مع قيادات هذه القبائل منذ قليل. حضورهم اليوم في هذه الخيمة التي تم إقامتها منذ قليل سيبقى مستمرا، وسيقدمون عدد كبير من صور الدعم التي يحتاجها العائدون من السودان على حد سواء، وإن كانت المقدمة هنا للسودانيين الذين يحتاجون بشكل ماس للغاية لصور دعم متعددة. ما هي صور هذا الدعم؟ نتحدث عن دواء. هناك أكثر من سيارة كبيرة للغاية ستقدم أدوية مجانية وطواقم طبية مع عدد كبير من الأطباء المهرة المصريين الذين حضروا مع وفد العائلات والقبائل المصرية ليقدموا هذه الخدمات مجانية. أيضا سيكون هناك ملابس متعددة، وتحديدا نتحدث عن الأطفال. على ذكر الأطفال، عند الساعة 6 مساء سيزور مدير منظمة اليونسكو الإقليمي اليونيسيف الإقليمي هنا في مصر معبر قسطل، ومن قبلها مدينة أبو سمبل. منذ قليل كنت أتحدث مع المستشار الإعلامي لليونيسيف، وهذه الزيارة مهمة للغاية لأن هناك تنسيق يتزايد مع الوقت بين كل المنظمات الدولية مع الدولة المصرية، التي تجد استحسانا عظيما للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها هذه المعابر ساعة بعد ساعة. النقطة الأخيرة أنه غادر آخر طالب نيجيري من معبر قسطل بالأمس، وتعلمين بأن عدد الطلاب النيجيريين كانوا يفوقوا خلال الساعات الماضية نحو 1500 طالب، وهو رقم كبير للغاية. يسر لهم هذه المهمة وغادروا الحدود المصرية مع توفير طائرة نقلتهم من مطار القاهرة إلى أبوجا العاصمة النيجيرية. ويبقى هنا الإشارة إلى أن الطلاب المصريين بعضهم يعود، وإن كان أغلبهم دارين يعود، يشكرون دوما الدولة المصرية على ما قدمته من إسهامات كبيرة في تسهيل مستقبلهم التعليمي في ضوء القرارات الأخيرة لخلية الأزمة في مجلس الوزراء. ونحن بانتظار المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه هو الذي سيضع اللمسات الأخيرة لهؤلاء الطلاب وكيفية التعامل مع إشكالية المعادلة وما إلى ذلك. والطلاب النيجيريين والمصريين كانوا يمثلوا قوة كبيرة للغاية في الجامعة الدولية أو الجامعة الأفريقية الدولية بالخرطوم، في إطار ترتيب تأتي عدد كبير من الدول. نحن نتحدث عن 24,000 طالبا كانوا يدرسون في الجامعات السودانية. هؤلاء الطلاب النيجيريين شكروا الدولة المصرية كذلك على التسهيلات الكبيرة التي قدمت لهم لعبورهم إلى أرض مصر وانتقالهم بعد ذلك إلى أوطانهم. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. وهذا المؤتمر أو هذه الفعالية التي ستبدأ بعد قليل لمجلس القبائل والعائلات المصرية، سنكون معكم تباعا في الخدمات الإخبارية الجديدة. نتحدث عن الإسهامات التي تقوم بها أو يقوم بها مثل هذا المجلس في